لماذا عاشت السندريلا سعاد حسني حياة تعيسة؟ حسن يوسف يكشف السر قبل وفاته. بس قبل ما نبدأ القصة ما تنسوش اللايك والاشتراك. سعاد لم ترى السعادة إلا في الأفلام اللي صورتها، أما ما وراء الكاميرا بؤس وتعاسة وسوء حظ في الزواج وسوء حظ في الأصدقاء. الله يرحمها وماتت أو توفيت يعني بشكل ما كناش نتوقعه خالص. علاقة قوية جمعت بين الراحل حسن يوسف والسندريلا سعاد حسني. قال الراحل حسن يوسف إن جمعته علاقة قوية جدا بالممثلة سعاد حسني. قال حسن يوسف إن هما كانوا زملاء دراسة قبل العمل بالفن، ثم صداقة وطيدة جدا استمرت لفترة طويلة، فكان يحفظ أسرارها مهما كانت ومتى لجأت إليه. سعاد حسني الله يرحمها وأحمد زكي انصهروا في الفن ففشلوا في الحياة الزوجية وفشلوا منهم يبقوا حتى وما عرفش يبقى أب في الأول. يعني هو كان كل حياته فنه، وهي نفس الحكاية. هي من كتر ما عاشت سميحة وعاشت أميرة حبي أنا وعاشت زوزو ما عاشتش سعاد حسني أبدا، ما عاشتش الشخصية الحقيقية. عشان كده لما اضطرت انها تعيش في لندن مع سعاد حسني اللي هي رفضاها، اللي هي بقى شكلها متغير، اللي تخنت، اللي عملت، اللي الاضواء اللي حصلت من عليها، جالها اكتئاب لانها اضطرت تعيش الشخصية اللي هي رفضاها. عشان كده كانت دايما متدارية في زوزو، انا زوزو، انا زوزو الموزيكا والنوزو. فكان لازم تكتئب. وزي ما سمعت ان في ناس كتبوا في الجرايد كلام نفسيا اثر عليها جدا، ان حد شافها في لندن بتاكل معرفش من سلة مهملات ولا مع حاجة يعني كلمة وجعتها قوي قوي. حياة عيسى عاشتها السندريلا التي لا يزال رحيلها لغزا حتى الآن، فعلى الرغم من نجوميتها الكبيرة لم يكن لها الحظ في كثير من جوانب حياتها. صديقها الراحل حسن يوسف أكد أنها كانت تعيش حياة عيسى، وأسعد اللحظات بالنسبة لها عندما كانت تقف أمام الكاميرا فقط. قال الراحل سعاد حسني كانت طيبة وعبقرية وتعيش بدون تفكير، ولكنها كانت تعيسة بسبب زيجاتها التي لم تنجح فيها، بل تخللها أيضا العديد من المشكلات.
السندريلا تزوجت العندليب 6 سنوات. قضت المحكمة المصرية ببراءة أخت سعاد حسني في اتهامها بإشاعة أخبار كاذبة حول زواج سعاد حسني من المطرب عبد الحليم. وكانت محكمة قصر النيل نظرت في الدعوى المقامة من أسرة المطرب عبد الحليم ضد جنجاه أخت سعاد حسني، لأن جنجاه صرحت إن سعاد حسني بالفعل اتجوزت عبد الحليم. وجاء في الدعوى أن شقيقة سعاد حسني ظهرت في برنامج الإعلامية منى الشاذلي وأكدت إن عبد الحليم قد تزوج من سعاد حسني، وده اللي اعتبرته أسرة عبد الحليم سب وقذف وخدش لسمعة العائلة وإذاعة أخبار كاذبة. وقالت جيهان عبد المنعم الشهيرة بجنجاه شقيقة سعاد حسني إن العندليب عبد الحليم حافظ كان يسكن بجوار سعاد حسني في منطقة الزمالك، وإن هما كانوا بيبصوا لبعض من البلكونة. كانوا متجوزين 6 سنين ونص. لا، كانوا متجوزين وقعد 6 سنين ونص وكان بيجي عندها البيت وهي تروح عنده، وكانت يقعد يحط لنا وجلاء اخويا يعني على رجلنا كده، كنا صغيرين قوي، يجيب لنا شوكولاته يجيب لنا بونبوني ويجيب لنا كده. فكان هو يعني يحس برضو ان احنا يعني ولاده زيها كده بالظبط. فكان عارف ان اخواتها دول حاجه مهمه بالنسبه لها، فكان بيعاملنا كده برضو ان احنا ولاده. كان يقعد يدلع فينا كده يعني. افتكروها رجل. سر خطير شافته نادية لطفي في جسد سعاد حسني وهي بتغسلها يوم الخميس 21 يونيو عام 2001. هذا التاريخ لن ينساه كل محبين الممثلة سعاد حسني، واليوم ده بالصدفة البحتة برضو بيصادف تاريخ وفاتها. كما عاش الوسط الفني حالة حزن شديدة بعد ما تم تأكيد خبر وفاة السندريلا. وسر رحيل الجميلة سعاد حسني مازال إلى يومنا هذا لغز كبير، ولكن ظهرت الفنانة نادية لطفي في الوقت ده لتكشف عن سر خطير، والسر ده اكتشفته في جسد الفنانة سعاد حسني وهي بتغسلها. نادية قالت إن شعر الراحلة كان محلوق زيرو، وبإن الدكتور محمد الوحش كبير زراعة الكبد واللي كان جار الممثلة سعاد حسني في نفس العمارة، الدكتور ده هو كان أول واحد اكتشف الجثمان، لدرجة إنه ما كانش قادر يتعرف عليها، وخد وقت طويل جدا علشان يقدر يتعرف عليها، وكان فاكرها إنها رجل، معرفش إزاي. ملامح السيدة ما بتبانش من الشعر بس، فالموضوع ده فيه لغز كبير. وقالوا إن شعرها كان محلوق بالموس، يعني بالتأكيد في فاعل عمل كده. وقالوا في الوصف إن جسدها كان شديد البياض. أما شقيقة سعاد حسني فقالت إن شعرها كان طويل، وإن هي اللي مضفراه بإيديها لما كانت بتغسلها. وقالت شقيقتها إن أصلا مفيش حد غسلها غير هي بس، وما سمحتش إن حد يخش الغرفة غيرها. ولكن قالت شقيقتها جنجاه إن وهي بتغسلها كان راسها من ورا شبه متحطم، يعني لو جت مسكته ممكن يحصل حاجة في دماغها، فعلشان كده كانت حريصة جدا وهي بتغسلها. كما ان كان في خط طويل جدا من اول الرقبة لحد لغاية اسفل الخصر، وده اثار التشريح الطبيعي. ودي الحاجة الوحيدة اللي ذكرتها اختها جنجاه في الكتاب بتاعها واللي انا قريته بنفسي. رحم الله سعاد حسني وجميع موتى المسلمين.